بحال السوسيس حرام وتيموت على الريال، الريفي مجرم وغدار، الزياني زهواني ما شغلوش في الدين، الشرقي مكلخ دغيا ديرها به، وغيرها من الهضره اللي كتنفر الواحد من هويته وشخصيته. في الوقت اللي العربي او المستعرب هو شخص نقي حضاري ولد المدينه وعنده قيمه. وبلا ما نهضروا على القمع اللي كان بحال منع الاسماء الامازيغيه ولا الهضره بها في الادارات والمدارس وتغييبها بشكل تام من الاعلام. في الاخير ما نساوش ان التعريب اللي وقع بهذا الشكل كان بمساعده المغاربه كاملين، واللي كانوا تيقدسوا العربيه تقديس كبير بحكم انها لغه الاسلام ولغه الرسول. داكشي علاش كان سهل بزاف انهم يتطروا سواء مساعده الحركه الوطنيه ولا بلاش. نفس التقديس كان بشكل اقل عند بزاف ديال الشعوب بحال الفرس والاتراك اللي تداركوا الموقف وما تخلاوش على لغتهم وهوياتهم الاصليه، وخلاو العربيه في مكانها الطبيعي اللي هو الدين. وشعوب اخرى طاحت في نفس الفخ اللي طحنا فيه وتمحات هويتهم تقريبا بحال مصر والشام، واللي صوت الهويه الاصليه ديالهم واخا كاين ولكن ما مسموعش.